هل نقارن المستوى الفني للكرة المحلية كالمستوى الفني في الشامبيونز ليج؟ هذا مستحيل. إذا كان المولودية اليوم تمشي ب 12 نقطة في الدوري المحلي، نقول لضعف الفرق اللي تلعب مع المولودية اليوم من جهة، ومن جهة ثانية كاين بعض الأمور نكونوا صراحة، بعض الأمور اللي نشوفها من طرف حتى اللاعبين المولود في الجزائر وشباب بلوزداد وكل الفرق. لما نمشي للحكم، لما نضغط على الحكام، لما هذه ما تقدرش توجدها خارج الوطن. حتى لا، انا نشوف اللاعبين ياخذوا كروت لان يروح كل مره يتحجج على الحكم، كل نقطه يتحجج على الحكم. هذه يديرها في البطوله الوطنيه، ولكن خارج البطوله الوطنيه ما لازمش اللاعب يمشي. اذا هذا نقص في التكوين عند اللاعب، نقص في التكوين الذهني، نقص في التكوين البدني، نقص في التكوين الفني. ولكن لما نمشي نلعب مع الاهلي اللي عندها قاعده صحيحه، نلعب مع صندوز، نلعب مع الترجي التونسي، نلعب مع بعض الفرق المعروفه في افريقيا، يظهر حقيقه مستوانا الفني اننا ما زلنا بعاد. لازم نشتغل اكثر اداريا، نشتغل اكثر فنيا، نشتغل اكثر في تكوين اللاعبين باش نقدر نتكلم ونقول في يوم من الايام ان شاء الله احدى الفرق الجزائريه تروح تلعب بطوله العالم للانديه. الطريق نظن راه مازال بعيد، لا على البلوديه ولا شباب بلوزداد ولا اي فريق في تشامبيونز ليج، مازالنا بعاد.